العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحل أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية الإثرية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستلم معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. وزارة الصحة تعلن إصابة مواطنة واحدة بفيروس كورونا. بناء 8 مدارس حديثة في إقليم الكاشبرك. قرص حوالي 42,000 شتلة في منطقة مسفنتو بمديرية سرجغا. جيران مالي يطالبون الحكام العسكريين بتسليم السلطة للحكومة الانتقالية. تركيا تعترض مقاتلات يونانية والاتحاد الأوروبي يلوح بالعقوبات. قتلى في إعصار لورا بالولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بكم للتفاصيل. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 29 من أغسطس في مركز العزل بمنطقة بيلول بإقليم جنوب البحر الأحمر قد أظهرت إصابة مواطنة واحدة بفيروس كورونا. وقد عادت المواطنة المصابة خلال الأسابيع الماضية بطريقة غير نظامية من إثيوبيا. ورغم منع التحرك من بلد إلى آخر على مستوى المنطقة، إلا أن المواطنين العائدين إلى البلاد بطريقة غير نظامية دول إثيوبيا، السودان، جيبوتي واليمن عبر البر والبحر وصلوا إلى 14,190 مواطن. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم 318 مصابين، شفي منهم 284 ولا يزال 34 يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 29 من أغسطس 2020. تقوم الحكومة الإثيوبية منذ قضاء الاستغلال باستثمارات ضخمة في مجال التعليم للارتقاء بالعملية التعليمية التي تخلفت في عهد الاستعمار، خاصة المناطق الريفية النائية المنسية من كل الخدمات وأولها التعليم. وتجري لمواكبة التطور التعليمي بناء المدارس في المناطق البعيدة عن الحضر. التفاصيل في سياق التقرير التالي. في إطار الجهود الجارية لتوسيع فرص التعليم الأكاديمي بأقليم الكاشبركة والقضاء على الأمية، تشهد مناطق مختلفة في مديرية سلعة بناء 8 مدارس ابتدائية مواكبة للعصر الحديث. وأفاد مراسل وكالته إيرينا بأن 5 مدارس من المدارس 8 يجري بناؤها بالتنسيق بين الإقليم الغربي للتصدي التنموي ووزارة التعليم وقسم التنمية المعمارية في إدارة إقليم الكاشبركة، بينما يجري بناء 3 مدارس من المدارس 8 بمساهمة المواطنين. وأشار المشرف على المدارس في مديرية سلعة الأستاذ محمد نور إدريس إلى أن المدارس الحديثة ال5 يجري بناؤها في مناطق ركب وديبا ساتا وحنبكتا وطهرة وفتوي، فيما يجري بناء المدارس الثلاثة المشيدة بمساهمة المواطنين في مناطق بادن وبادن لقيتن ومعر. وعبر الأستاذ محمد نور عن أمنياته الكبيرة بأن تحدث المدارس المبنية حديثا حلول مستدامة لمشاكل قلة المدارس والفصول الدراسية في تلك المناطق، بالإضافة إلى إسهامات إيجابية في عملية التعلم والتعليم وخاصة في تطور التعليم الأكاديمي بالمديرية. من جهته أشار مدير مديرية سلعة سيد وإلى محمد علي إلى المتابعة الجادة لتقديم المدارس الجاري بناؤها بالتنسيق بين المؤسسات الحكومية خدمات تعليمية ناجحة في العام الدراسي القادم. في الختام دعا سيد وإلى مدراء إدارات الضواحي والأعيان والمواطنين بذل جهود توعوية حثيثة لإرسال الأطفال الذين بلغوا سن التعليم المناسب إلى مائدة التعليم لتقديم المدارس الحديثة خدمات تعليمية جيدة. هذا وتوجد في مديرية سلعة 33 منطقة في 9 إدارات ضواحي يقطنها 24,000 نسمة. أفاد مراسل وكالة الأنباء الإثيوبية بأن سكان منطقة مسفنتو في مديرية سرجغا بالإقليم الأوسط نظموا نفيرا شعبيا لغرس حوالي 42,000 شتلة. وأوضح مسؤول الثروة القابية والحياة البرية في فرع وزارة الزراعة في المديرية السيد أبراهام برهانيل وكالة الأنباء أن سكان منطقة مسفنتو نظموا نفيرا شعبيا استمر لحوالي 20 يوما، قرصوا خلاله أكثر من ضعف العدد المبرمج قرصي والبالغ 16,000 شتلة
بمشاركة 200 شخص يوميا لإنجاح المهام. وأكد السكان في الآراء التي أدلوا بها جاهزيتهم لحراسة الشتول المغروسة من المواشي والبشر لتنمو بشكل جيد، مدركين أهمية برنامج التشجيع. من جهته قال مدير مديرية سرجغة السيد كفل مريم قبر مسكل أن المديرية شهدت قرص أكثر من 200 ألف شتلة بفضل أنشطة نفير التشجير التي نظمها سكان مختلف مناطق المديرية، وستجري لها مراقبة ومتابعة جادة حتى تصل إلى المراحل المطلوبة. يذكر أن المشاتل التسع في الإقليم الأوسط عدت هذا العام 1,000,000 شتلة، وقد قرص أكثر من 500 ألف شتلة عبر أنشطة نفير جماهيرية وقوات الدفاع ومختلف المؤسسات. وكان أكثر من 200 ألف شتلة من نصيب مديرية سرجغة، وأكثر من 100 ألف شتلة في مديرية قال النفحي، و60 ألف شتلة بمديرية أسمراء. يواصل الشعب الإريتري التبرع لدعم الجهود الحكومية لمكافحة وباء كورونا. لمزيد من التفاصيل مع التقرير التالي. ساهمت الإدارات والمؤسسات الخاصة وكذلك الاتحادات بتبرعات مالية لصالح تنمية صندوق تصدي كوفيد-19. ووفق تقرير وزارة الصحة، تبرع سكان ضاحية قبقب وأسنا في مديرية فورو ب6,000 نقفة، وضاحية ربروبيا 5,000 نقفة، وضواحي وادي حداث قدم لحدين محفيد وكمهولي كل منها 4,000 نقفة، وضاحية زولا 3,000 نقفة، وضاحية أفتا 2,000 نقفة. كما تبرعت شركة سامر الخاصة ب5,000 نقفة، وفونت الإلكترونية ب3,000 نقفة، وقرقوش شغائي يومي مقيمي أسمرة 2,000 نقفة، وجمعية قدوس ميكائيل عدراسي مقيمي أسمرة 2,000 نقفة، وطاحونة أبا بازر آي للغلال 1,500 نقفة، وجمعية قدوس جبريل تولد درجن التعاونية مقيمي أسمرة، وجمعية شام حلحل ودكان أرقاش حقوس، وجمعية بعل مريم ودعرة مريتو مقيمي أسمرة، وجمعية قدوس ميكائيل مقيمي دقم حارة، ومكتب إلسا تزاري وزودة بوتيك، وجمعية قدوس جبريل طالة قزا عدي حنس ومقيمي أسمرة كل منهما 1,000 نقفة. من جهة ثانية، أفادت المعلومات الواردة بأن الإريتريين في سانتا روزا بكاليفورنيا تبرعوا ب5,913 دولار لأسر الشهداء، جمعوه في إطار برنامج نظموه لذكرى الشهداء، و15 مواطن ب5,130 دولار لرعاية أسر الشهداء. سيداتي سادتي، نتوقف مع فاصل ومن ثم نواصل. أهلا بكم من جديد. طالبت دول المجموعة الاقتصادية الغرب أفريقيا التي التأمت في قمة حول مالي، طالبت المجلس العسكري الحاكم في مالي بالبدء فورا بعملية انتقال مدني للسلطة وتنظيم انتخابات خلال 12 شهرا مقابل رفع تدريجي للعقوبات. ورجحت مجموعة إكواس أن يكون المجلس العسكري الجديد قد منح رئيسه الجديد صلاحيات رئيس الدولة، وذلك بعد أن أطلق المجلس سراح الرئيس المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا الذي احتجز إثر انقلاب 18 من أغسطس. وشدد رئيس النيجر محمد إسوف الرئيس الحالي للمجموعة في كلمته في ختام القمة الافتراضية على أن المجموعة تطلب من العسكريين الحاكمين بدء انتقال مدني وتشكيل حكومة بسرعة للإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية خلال 12 شهرا. وعلقت المجموعة عضوية مالي في مؤسساتها وأغلقت الحدود معها، كما أوقفت التدفقات المالية مع الدولة في عقاب الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا الأسبوع الماضي. في حادث جديد قد يزيد التوتر في منطقة شرق المتوسط، اعترضت مقاتلات تركية أخرى يونانية فوق البحر حسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية. وقالت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام تركية رسميا أن القوات الجوية التركية اعترضت 6 مقاتلات يونانية من طراز F-16 فوق البحر المتوسط أغلعت من جزيرة كريت اليونانية متجهة إلى جنوب قبرص. ولا تزال تركيا مصرة على انتهاك حقوق جيرانها في المتوسط بعمليات تنقيب غير مشروعة دفعت الاتحاد الأوروبي للتحرك مؤخرا بتوجيه تهديد لأنقرة. وحذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل تركيا من احتمال فرض عقوبات جديدة عليها
تشمل تدابير اقتصادية واسعة النطاق ما لم يتم تحقيق تقدم باتجاه خفض التوتر مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط. قضى 14 شخصا على الأقل عندما ضرب الإعصار لورا مناطق في ولايتي لويزيانا وتكساس بجنوب الولايات المتحدة حسب ما أعلنت السلطات والإعلام المحلي. وأكد حاكم لويزيانا مقتل 10 أشخاص على الأقل في ولايته قضى نصفهم تسمما بأول أكسيد الكربون المنبعث من مولدات كهرباء استخدمت داخل المنازل بعدما ضربت الإعصار اليابسة. ونجت تكساس إلى حد كبير من الإعصار الذي تراجعت قوته. وكانت السلطات في هايتي أعلنت أن حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية لورا التي اجتاحت البلاد ارتفعت إلى 31 قتيلا على الأقل. باعت دار المزادات للحيوانات في اسكتلندا مؤخرا خروفا يبلغ من العمر 6 أشهر بمبلغ يتكون من 6 أرقام، الأمر الذي يجعله أغلى خروف في العالم تم بيعه حتى الآن. وذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية أن الخروف بيع بمبلغ 367,500 جنيه استرليني، وذلك في مزاد بمدينة لانارك وسط اسكتلندا. وكان أعلى سعر قد بيع فيه خروف من السلالة نفسها هو 231,000 جنيه استرليني، وحدث ذلك في العام 2009. واشترى الخروف الجديد 3 مزارعين اسكتلنديين وفق تقارير صحفية محلية. وتنحدر سلالة هذا الخروف من جزيرة تكسال، وهي أحد الجزر الشمالية الغربية قبالة هولندا. وصلنا إلى نقطة الختام، في أمان الله وحفظه.